فيلمنا يا صديقي بيبدأ مع راجل غريب قاعد على ترابيزة وبيكون قدامه 3 كاسات ويسكي، واحد فاضي والتاني فيه رصاصة واحدة والتالت فيه اتنين. بيبدأ يسمي زمايله الجنود اللي ماتوا وهو بيحارب معاهم وبيعدهم لحد ما بيوصل لآخر اسم. العد النهائي بيقع على الكاس اللي فيه رصاصتين. من غير تردد بيشرب الويسكي من الكاس ده، بعدين بيحط رصاصتين في مسدسه. في الوقت ده الفرصة واحدة من 3. في الروليت الروسي بيضغط على الزناد ضغطة واحدة من غير رصاصة، سواء كان حظ أو عقاب هو مش متأكد. بعدين في نفس اليوم تشاب بيروح محل خمور عشان يشتري، وهو بيكتشف الرفوف 2 لصوص مسلحين بيقتحموا من غير ومضة خوف. هو بيقف في طريقهم وبكل هدوء بيقول لهم ما يوجهوش المسدس على البطن، دي طريقة بطيئة وفوضوية للموت. بيمسك في واحد مسدس واحد وبيتحداهم يوجهه على الصدر أو الراس بدل كده، وفي ومضة عين بيوقع واحد وبعدين التاني. بس لما هم بيقعوا على الأرض عقله مش في المحل تاني. ذكريات الحرب بتعدي عليه زي الطوفان وبتغمره بتقولها إنهم مستحيل. الفلاش باك بتيجي زي إطار شحن بيحاول يغرقها بتمارين قاسي لكن مش كفاية. إحباطه بيغلي وبيضرب قبضة في الحيطة لغاية ما صوابعه بتتصاب. شابمان مش في أي حالة يقابل بها اليوم، وهو دغري ومش شايف حواليه حد. بيخبط الباب بعنف، دي بتبقى أخته ساندي اللي هو نسي إنه كان المفروض يروح يستقبلها من المطار. هي مش متفاجئة وهي بتلاقيه في الحالة دي. ساندي بتقول إنها في البلدة لبضعة أيام بس عشان حفل زفاف صاحبتها، بعد كده رجع البرازيل تاني. كانت بتشتغل هناك في أحياء خطرة عشان تحاول تعمل فريق من خلال شغل خيري. شابمان بيكره الفكرة دي لكن الجدال معاها مستحيل. قبل ما تمشي ساندي بتفحص أدويته اللي المفروض تساعده إنه يتعايش، طلع إنه استبدلها بنعناع تنفس. هي بتتنحد وبتمشي. الوقت بيعدي كل حاجة بتبان عادية، لكن بعد فترة 2 بوليس من البرازيل كاترينا وباولو بيلاقوا ساندي على شط البحر متعلقة بالحياة بصعوبة. الهجوم الوحش بتاعها بيوصل للعناوين وبيوصل للسفارة الأمريكية، وفي الآخر لتشابمان نفسه ما بيضيعش ثانية. هو في أول طيارة لجنييرو. في نفس الوقت المحقق تياجو سانتو وزيه كارلوس باربوسا عامقين في الفصيلات الأحياء الفقيرة وبيطاردوا مهربين مسلحين. هم في نص عملية قبض لما كاترينا وباولو بيظهروا، وهم ورا خيط تاني ممكن يوصل للهجم على ساندي. كاترينا مش موافقة على أساليب سانتو الوحشية، بتعاتبه إنه بيشتغل خارج نطاق صلاحيته وبيعنف المتهمين. لكن سانتو مش بياخد النقد كويس، بدل ما بيشرح نفسه بيحاول يخوفها وبيتهجم عليها إنها رخوة مع السكان المحليين، وبيلومها في الجريمة المنتشرة في منطقتهم، جريمة كانت تموت مواطنة أمريكية بسببها. قبل ما يكمل كلامه حجرة بتترمي في الهواء وبتضرب في ظهره. التوتر بيوصل لذروته. البوليس المحليين بغريزة بيوصلوا لأسلحتهم مستعدين يحولوا المكان لمنطقة حرب. سانتو هو بيفهم إن عددهم قل بينسحب وبيعرض عرض أقوى مقاتل عندكم ضد أقوى مقاتل عندي. بيتحدى أقوى مقاتل في المنطقة كابوييرا، هو بيواجه زيه بربوسا. لو بربوسا خسر البوليس يمشوا من غير ما يعملوا أي قبضات. القتال بيبدأ لكن النتيجة مش محل شك. الضابط الضخم بيتفادى ركلات بخفة مدهشة، بيتقلب في الهواء وبيطرح خصمه على الأرض. سانتو بيضحك ضحك عالي وبيعلن إن هو ورجالته هيرجعوا في أي وقت يعجبهم. وهم ماشيين السكان المحليين بيتفرجوا عليهم بكره صريح. في نفس الوقت تشامان بيوصل للبرازيل، بيستقبلوا السفير الأمريكي ماني ريدلي زميل قديم في الجيش وصاحب قديم. مع بعض بيروحوا المستشفى وتشامان بيشوف ساندي في غيبوبة منظرها الشاحب من غير حياة. بيرجعوا الماضي تاني. ذكريات الحرب بتغمره، قوامات من الجثث، الرمل ملطخ بدم، الصمت الأصم بعد إطلاق النار. قبل ما يهدم الكلام سانتو بيتدخل. الففايلات مكان وحش جدا. ماني بيقدمه على إنه المحقق الرئيسي في القضية. بيحس تشابمان يفضل هادي ويخلي البوليس يتعامل. سانتو ما بيضيعش وقت في توضيح موقفه. بيقول لتشابمان إن الففايلات مش مكان للتمشية. الرجالة الاتنين بيتبادلوا رؤى قائمة عن الدنيا. سانتو بيتكلم عن ازاي العيال هنا بيكبروا وبيبقوا جيل المجرمين الجديد. تشاممان بيشوف الحرب في كل حتة حتى في الأماكن اللي ما فيش حرب فيها. الاتنين متفقين على حاجة واحدة، الدنيا قاسية ومش بتسامح. لما بيوصلوا الففايلات تشاممان بيقابل كاترينا تاني لكن بالظبط وهي بتبدأ تشرح الموقف ضوء عالي بينفجر في الهواء. غرايزه بتتفاعل قبل ما بيفكر. ايده بتقبض على مسدس كاترينا اللي في غمضة طلع انه مجرد فرقعة من عربية قديمة. سانتو بيتفرج على المخاضرة بحذر. بيقول لي كاترينا تبقى عينها للضيف الامريكي وهي بتقوده في الشوارع بتصور صور قائمة للحياة هناك. العيادات والمدارس مفيش تمويل من الحكومة تاني. كارتيلات المخدرات هي اللي بتمول المرتبات. عشان كده السكان بيحموا المجرمين، لو ما حموهمش بيخاطروا في فقدان الاستقرار اللي عندهم. بالنسبة لكاترينا ده بيخلي كل خطوة كبوليس خطيرة. قرار غلط واحد ممكن يشعل المذبحة. راجع في المستشفى حالة ساندي بتتدهور فجأة. تشامان اللي كان قاعد جنبها بيستعجل ينادي على ممرضة لكن في حاجة غلط. من دقايق قبل كده ست متنكرة في لبس دكتور كانت في أوضة ساندي، دلوقتي أجهزة دعم الحياة بتاعتها مفصولة. حد كان عايز يكمل شغله. تشامان وهو غضبان بيطالب بوجود بوليس دائم عند سرير ساندي. بعد كده بيعدي على طول في الففايلة يدور على إجابات. بيتتبع مال الشوارع اسمه كوكا، نفس اللي كان شايفه قريب من الشط اللي ساندي اتلقت فيه. أول ما تشامان بيشوف القلادة اللي في رقبة الولد دمه بيغلي. دي كانت بتاعة ساندي. بيقبض على كوكا ويستجوبه. كوكا واصحابه بينطوا على تشابمان لكنهم مش منافسين لمشابهة حرية مخضرم. القتال بيخلص في ثواني.
كوكا اليائس بيطلع سكينة، لكن الشمام بيأمنه بخبرة وبيحول السكينة على الولد. التهديد الحقيقي لكن حاجز اللغة بيخليهم مش فاهمين بعض. في الوقت المناسب كاترينا بتوصل وتهدي الموقف وتشرح إن ساندي كانت بتشتغل مع عائلة كوكا. أخته ماريا كانت كمان ضحية، اختفت من غير أثر. الكرازة دي مش مسروقة، كانت هدية، رمز صداقة بين ساندي وماريا. شابمان وهو مستوعب غلطته بيخفف، وكوكا بيدي مفكرة ساندي، لكن في حاجة مش مظبوطة، صفحات كتير اتقطعت. شابمان وهو بيألف المفكرة بيقابل كونتاكت لمصور كانت ساندي اشتغلت معاه قريب. من غير ما يضيع وقت بيكلمه ويحدد مقابلة في كافيه. المصور بيقول إن ساندي كانت استأجرته لمشروع توثيق حياة العيال القاسية في الففيلات، لكن في حاجة تانية، هي كانت بتتحرك في اختفاء بنات اللي بيشتغلوا في الشوارع بالليل. المصور بيشك إن التحقيق ده خلاها في خطر. ساندي كمان طلبته صورها في السر وهي بتقابل المخبر. حسب كلامه هي أخدت كل الصور وما خلفتش حاجة. شامان بيشكر الراجل وهو بيحضنه، وقبل ما بيسيبه بياخد فلاشة من جيبه. المصور وهو ماشي عربيته بيحصل انفجار بيدمره في الهواء، العربية بتنفجر والمصور بيتقتل على طول، وكذا واحد من المرة بيتأذوا. الصدمة بتبعت شابمان في دوامة من ذكريات الحرب تاني. لكن في الفوضى حاجة بتلفت نظره، نفس الست اللي حاولت تقتل ساندي في المستشفى من غير تردد بيمشي وراها بالظبط. وهو بيعدي زاوية عربية سوداء بتضرب فرامل فجأة، مسلحين بأسلحة آلية بيطلقوا النار. شابمان بيتفادى الرصاص وبينط عشان يحمي نفسه. قريب منه حارس أمن ممدد ميت، ضحية بريئة من الهجوم. شابمان بيمسك سلاح الراجل الميت وبيرد النار، يخلص على كام واحد من المهاجمين ويخلي الباقيين يهربوا. في مكتب ريدلي شابمان بيحكي له عن الكمين، بيفتكر الوشوم الغريبة على أضرع المهاجمين وبيشك إنهم أعضاء في العالم السفلي الياباني يا كورا. الست اللي كان وراها كان عندها كمان ملامح شرق آسيوية واضحة. بيحط الفلاشة المسروقة بين الصور، واحدة بتلفت النظر، سيندي صورت الراجل بره نادي ليلي. ريدلي على طول بيتعرف على المكان وبيودي شابمان هناك. جوه النادي شابمان بياخد بروفايله وبيتتبع الراجل من الصورة، بيروح وراه لدورة المياه وما بيضيعش وقت. في ثواني بيحاصره ومستنداته بتكون متقطعة من إيده. الراجل بيتكسر تحت الضغط، بيدي عنوان لعميل مهم ممكن يكون له علاقة بهجوم ساندي. شابمان وريدلي بيروحوا للهدف الجديد، فيلا ضخمة ملعب للأغنياء والأقوياء. في نفس الوقت عبر المدينة سانتو ووحدته بيتجهزوا لغارة وحشية على مهربين مخدرات في الفيلات. سانتو ببروده بيعلن إن مفيش رحمة وبيؤمر فريقه يخلص على كل اللي في طريقهم. قبل العملية بيقع على ركبته وبيهمهم بصلاة طريقته في عمل السلام قبل ما يروح لجهنم. لحظات بعد كده فريقه بيقتحم المنطقة، مفيش قبضات بس الجثث بتقع على الأرض. وصوت شابمان مش بيعدي من غير ما ينتبه له. اتصال بيتعمل لست في الدور العلوي، حضوره بيتبلغ لست آسيوية أنيقة لكن عندها نظرة ميتة وهي بتعد فلوس. بتؤمر الحراس ما يضايقوش المكان. شامان بيوصل لبلكونة تحت، بيشوف فين بيوصل، الأبواب بتتفتح وعيال صغيرين بيطلعوا بره، بينهم ماريا أخت كوكا الضايعة. قبل ما يرد طوب بتشد على رقبته. حارس بيحاول يخنقه من ورا لكن شابمان مش هدف سهل، بيحارب ويتحرر ويخلي الراجل مغمى عليه. وهو بيتسلل في الظل بيعدي ورا المتاجرين وهو متداري عن عين الحراس المسلحين. المكان مليان برجاله مسلحين زي ما كان متوقع. القتل الجماعي بيكمل. واحد من رجاله سانتو بيشوف مجموعه يايزا لابسين بدلات سودا وهم بيقودوا عيال تجاه عربيه، وبكل غريزه بيقف يوقفهم. سانتو هو دايما متلاعب بيشكر الضابط على شجاعته قبل ما على طول يسحب مسدسه وينفذه قدام كل الناس. الياذا الاحرار بيمشوا. سانتو هو بيتعامل مع الموقف بيعمل اتصال لمشغلينه. الست على الطرف التاني بتطمنه ان الدفعه هتكون مستنيه في المينا. بعدين بيتكلم رقم تاني بصها هرمته في مشكله. الامريكي بيقف في الطريق وقته انه يتخلص منه، وهي بتقول الكلام ده لما الراجل من النادي الليلي واقف قدام هرماته وهو مستني عقابه. غلطته ان خلى مستنداته تقع في ايد شابمان كانت مكلفه، ضربه سريعه من سيف ساموراي وبعدين لما ميت. في نفس الوقت شابمان بيتحرك اعمق في اراضي العدو، مش بيستغرق وقت طويل عشان رجاله مراته بيشوفوه. بيتحامل على خمسه منهم مع بعض مستخدم ايديه، لكن قبل ما يخلص سانتو وبربوسا بيقفوا في طريقه ومسدساتهم موجهه وبيطلبوا البرفيح المسروق. طلقات نار بتنبه كاترينا وزمايلها واللي بيوصلوا في الوقت المناسب عشان يخلوا اي خطه لسانتو تتقلب. مجبور يحافظ على المظاهر. المحقق الفاسد بيلعب معاهم وبيمشي ورا شابمان وهو بيوديه للغرفه اللي العيال المخطوفين كانوا محبوسين فيها، لكن بيلاقيها فاضيه والضحيه اتنقلوا خلاص. شابمان بيكون متضايق لكن مش بيستسلم، بيدي البرفيح عارف ان المساعدات جواها وتربط اليازا بالاتجار البشري. سانتو بيتمسك انه يدخل الادله في الحجز. شابمان وهو بيرجع يمشي الاستيعاب بيضربه. هو عمره ما قال اسم ليما، يبقى سانتو كان عارف من قبل. حاجه بتتدبر، سانتو شريك في الموضوع. شابمان على طول بيقول لكاترينا تروح تطمن على ساندي في المستشفى، وهو هيمشي ورا المحقق وهو مستخبي في عربيه سانتو. بيشوف الراجل وهو بيقود للمينا. في نفس الوقت كاترينا بتوصل في الوقت المناسب ثواني قبل ما قاتل مأجور يكمل الشغل اللي بدأه. القاتل ما عندوش وقت يرد قبل ما كاترينا تخلص عليه. شابمان في المينا بيتفرج من الظل. سانتو واقف مع معاونين من اليزا والعيال المخطوفين بيقودهم للمستودع مستنيين نقلهم لليابان. ده كل التأكيد اللي هو محتاجه. بيكلم ريدلي وبيبلغه عن كل حاجه، لكن صاحبه القديم بيحذره انه ما يعملش حاجه لوحده. شابمان مش بيسمع له، هو عمره ما بيعمل كده. بيستخدم كل تدريباته العسكريه، بيتحرك في المينا من غير ما حد يشوفه، يخلص على الحراس واحد ورا التاني. كفاءته الوحشيه بتقلب الموقف لصالحه، لكن بعدين بيحصل تبادل نار. بيخلص بيت شابمان وهو بيدفع عربيه شحن على المحقق الفاسد عشان يثبت رجله. قبل ما يكمل الشغل بربوسا بيضربه من الخلف وبيخلي سلاحه يطير. الانفورسر بيبدا هجوم كابويرا وحشي، لكن شابمان بيحارب بذكاء. النطاط الفاخره ملهاش
ملهاش معنى لما القوة الخام والدقة هما اللي يسيطروا. سانتو بيتحرر من الحطام وبينضم للقتال، لكن حتى مع بعض ما بيقدروش انهم يهزموا تشابمان. بعدين هيراموتو بيتدخل وهو حامل كاتانا سيف ساموراي. بص إليزا بيتحرك بنعومة قاتلة بيقطع دراع تشابمان وبيجبره يدافع عن نفسه. دلوقتي التلاتة ضد واحد. سانتو بيهجم بسكينة لكن في رد سريع تشابمان بيحاول السكينة على بربوسة نفسه وبيدخلها بعمق في رجله. لحظة بعد كده بيطرح سانتو مغمى عليه بلكمة وحشية. بعدين بيشيل السلسلة من رابط المحقق وبيغرسها في صدره مباشرة في القلب. وبكده اللي فاضل هيراموتا بس. تشابمان بيمسك اتنين مواسير حديد بيستخدمها يمنع ويرد الضربات القاتلة للسيف. بيلف ويثبت السيف في مكانه ويوجهه اتجاه حلق بص إليزا بالظبط. وهو بيبان انه مسيطر. النصل المستخبي في مقبض السيف بيتفتح وبيطعن تشابمان في بطنه. دي كانت غلطة. تشابمان بيصرخ خالص بيوجه اخر مخزون قوته وبيضرب ضربات تكسر عظام هيراموتو في دماغه لغاية ما السيد المجرم بيقع قريب منهم. سانتو اللي بينزف بيرمي لتشابمان مفتاح ده بيقفل خزنة فيها سجلات كل المسؤولين الفاسدين المتورطين في العملية، بوليس وقضاء حتى شخصيات حكومية. سانتو هو عارف ان وقته خلص. بيقول لهم انه عمل حاجات وحشة كتير لكن ساندي مش واحدة منهم. هو بياخد اخر نفس. هيراموتو بيعمل حركة يائسة اخيرة. تشامان ما بيسكتش بيفرغ عدة طلقات فيه بيفني كل حاجة مرة واحدة والى الابد. وهو ماشي تشامان بيخلي المسدس جنب جثة سانتو المكسورة. ريدلي والسلطات بيوصلوا بعد كده. تشامان شخصيا بيحرر العيال المخطوفين. ساندي بتعيش لكن الضرر كبير. هي محتاجة علاج طويل. ريدلي بيعرض عليهم يتحمل التكاليف بشرط واحد تشامان لازم يشتغل ليه كعميل سري. ريدلي خلاص عارف الإجابة قبل ما يقبل. تشامان بيبتدي هوية جديدة لداء البحرية القديم بتاعه فالكون. وبكده يكون خلص فيلمنا يا صديقي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. أشوفكم في مختصر فيلم جديد. سلام.